السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة الفصول الأربعة. اليوم غندير معكم أكلة خفيفة ظريفة بالنسبة للمدرسة، ما يضيعوش الوقت بزاف وترتاحوا وما ترهقيش راسك النهار كامل، تحافظي على راسك. يعني مع المدرسة تيكون الفيق بكري، تحضري الأدوات، توقفي مع الوليدات، تمشي تخدمي لنا بزاف، وحنا خاصنا نقلبوا على أقل حاجة في الوقت تربحيه وتاتي تشيطي لك الوقت، ماشي نبقاو حنا تماره ونزيدو نهلكو ريوسنا حتى ما تيبقاش عندنا الجهد. فلهذا انا غندير معكم واحد 3 ليباط بالانواع، كل وحده شكل، باش ملي تبغيو نتوما تختاروا وتجي سهله. بحال دابا ليباط تخليوها مسلوقه سيمانه تقريبا، كدهنيها بشويه الزيت وديرها في دي بوا وتخليها، غتخسر لك ما والو. هادشي اللي كيديروا في لي ريستورون، تاتي نظمي راسك ونظمي وقتك وعرفي اشنو غديري. ودابا نبداو على بركه الله. اول حاجه هنا تقريبا عندي واحد 300 غرام ديال ليباط، هذه اللي مجعبه بحال هكا. هنا عندي واحد الرسول واحد 120 غرام، غنديرهم يتسلقوا. ليباط معروفه التوقيت ديالها، عندك 7 دقائق حتى 8 دقائق، يعني ما كياخذوش كل وقت بزاف. سوا بغيتي ديروها باللحم، سوا بغيتي ديروها بالقطان، سوا بغيتي ديروها اللي بغيتي ديري. غنخوي الماء حتى يكون ليا الفوق على ليباط بحال هكا، جاد فين غيتسلق. غنزيد هادي شويه. ها هي ليباط خذوا اللي مزيانه، خليها تسلق بحال هكا. كندير واحد القطيره ديال الزيت، كنديروا شويه الملحه باش كتجيكم لذيذه ليباط. شويه هنا شويه هنا. غندوزو لاصوص ديال اللي غنديروا ليباط ديالنا. غنزيدها الماء شويه. النوع الثاني اللي غادي يدير غنديروا مطيشه، غندير لها سوا زيت العود سوا العادي، واحد 2 معلقات باش تكون لينا لاصوص معلكه. غنشعل عليها مطيشه. انا دايره ليباط فيها الملح، يعني ما نكثرش الملحه. غندير شويه الابزار على الجهد اللي غادي ندير قبيصه ديال الملح، قبيصه ديال الملح. غندير لها حبه ديال الثومه، ندير واحد حبه ديال الثوم، نتوما عارفين ليباط كيبغيو الدراري الصغار والكبار. غندير لها باش تخدم ليا، وغنزيدها حكم مطيشه. جاد معلقه صغيره ديال المطيشه صافي، ونخليها طيب. عندي واحد الحبه ديال القرعه، عندي صغار غندير حبه، لان هادي صغيورين، اللي عندها كبيره دير وحده. كنحكوهم بحال هكا، نربيهم باش ما يشدوش لكم الطياب نهائيا. غير ديرو تجيبها في المقله صافي انت ساليتي. صافي غنديرها في المقله وغنشعل عليها. غندير لها واحد المعلقه ديال الزبيده ديال الزويته، غنخليها طيب معلقه صافي. ما غندير لا ليقه لا والو، زويته فقط. غنشدو حبه ديال الخيزو حتى هي نفس الطريقه، نرفيوها بحال هكا. هذه كبيره درنا غير وحده. مقله حتى هي مع معلقه ديال الزيت.
غنشعل عليها البوطه. غندوزو لي صوص. غندير وحده بالحبق اللي غسلته، والمشوه تيبقى ديالكم باش ما بغيتي ديري شويه سكينجبير خضار بشويه الزعيقره يازير اللي بغيتو، عندكم نو شوا. هاد لي صوص اللي غندير انا ما غندير فيهم لا ملح لا بزار لا والو. غنخلط دابا نشد ديال اليازير، غندير شويه يازير حتى هو هكا، ما غندير فيهم والو، الزيت والثومه فقط، باش الا بغيتو تخدموهم في شلاضه اولا شي حاجه يبقاو لكم مزيانين. كافيه وحده كل تفصيل. صافي من زيت العود هذا واحد 4 كاس، ولكن ما غنديروش كامل غيشيط لينا. انا غنخدمهم للسلطه ولا لي باط عاوتاني هكا ولا شي حاجه. المهم فين نطحن الجاد فين نطحن. صافي غنطحنوهم دابا. غنطحن ديال اليازير والثومه. صافي غنطحنو الثومه والبازيليك حتى هما، راه هادو ما تيخسروش يعني ما كيتلاحوش وقت ما استعملتيه. صافي صافي القرعه ديالي وجدات. واحد دقيقه فين يمشي هادشي. صافي غنخليه بحال هكا حتى هويا، غنطلق عليه الماء بحال هكا. برديها مزيان ولا عندك ما بارد من الاحسن. صافي غنخلي لي باط ديالي يتسقطوا. غنشوفوا ديال المطيشه. صافي خاصها تعلق ليا مزيان. صافي بالنسبه للمطيشه ديالي راه مزيانه القرعه باش نخوي فين غنطيب الحوت، وفي الاخر نطيب كل مقله اللي درت فيها. صافي هكا ندخل الزب. درنا حبه ديال الخيزو ديال القرعه باش ناكلو حتى الخضر. غناخذ من هاد الزويته اللي درت فيها اليازير باش ندير فيها الثومه بحال هكا، وغنحط الصوله. غندوزو اللي فيها الحبق.
غنحط الصوله. وريوني انت ما وريتكم. المهم هنا درت الحبق والثومه، حطيت الصوله. غندوزو ديال المطيشه هنايا. غندير زيت عاديه، وزيت العدس والمائده اللي عندكم. الماء من هنا. وغنحط الكوسه. غادي نقلب الاولى، غندير لها شويه ديال الابزار، كلهم 3. غندير لهم شويه الملح. غنقلب هادي ديال الحبق، هادي باقا لي شويه. ملي كيطيبوا لي الصول مباشره كنرميو ليه الطاق. غنقلب هادي عاوتاني. غنحطها مباشره في الطبسيل. نحطها مباشره في الطبسيل. غنشد لي باط، غندير النص هنا والنص هنا. وتكون البوطه مهيله. اللي درنا لها الحبق غندير لها الحبق. حبق 2 معالق حتى 3. الاخرى درنا لها اليازير، غنديروا لها اليازير. نشوف ليه درت المعلقه الاولى، غنزيد الثانيه والثالثه. غادي ندير لها خيزو. الوسطانيه غندير لها قرعه. لي باط دايره لها مليحه، غنزيدو لها ابزار. حتى الاخرى غنزيد لها الابزار. الحوته ديالنا هنا حتى هي سالات، غنحيدها. هنا غادي ندير مطيشه اللي وجدنا. بطبيعه الحال المطيشه عندنا فيها كلشي. غنديروا لها هاد لي باط. غنحرك لي باط. المطيشات كافيه. حيدو هادي. غندوز ديال القرعه. بطبيعة الحال كتذوق الملحه صافي. دقيقه صافي كنحيدها. صافي هادي حيدتها. هانتوما غنطفي عليها. بالنسبه ديال الخيزو حتى هي غادي نخلطها. ضروري تذوقوا المليحه.
صافي غنردها واحد نص دقيقه غادي نحيدها. ديال المطيشه غنطفي عليها ديال المطيشه هي الاولى، درت لها شويه الربيع فقط وغادي نحطو لي الباط ديالها نضيعو. غنمسحو البصل ميبقاش عامر. هذا اللي درنا ليه اليازير، درناها خيزو حتى هي غنحطوها. نحطوها بحال هكا. دائما التقديم تيبقى لكم. هادو ديال العبر، هاد لي باط ماشي ديال الباكيه ولا شي حاجه، ولكن ما تيتحلوا ما والو. نتوما شفتوا كيفاش كندير لهم. صافي كندير هكا على الصولا ضروري كنمسحو الزيت. والاخر غنديرو ديال القرعه والحبق. شويه ديال القرعه بحال هكا ونمسحو كبسه الجناب ضروري نحيدو باش يبان لينا التفصيل مزيان. هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للباط اللي درت معكم اليوم. 3 ديال الاشكال، درناها بمطيشه العاديه مطيشه الحك، ودرنا الخيزو واليازير، ودرنا بالقرعه والحبق. كنتمنى هاد 3 ديال الانواع ديال لي باط ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم الى كلكم المدرسه اولا العمل اولا البحر اولا اللي بغيتو سريعين التحضير. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لنا اللايك وتابوناو معنا باش توصلوا بالجديد على قناه الفصول 4. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.